السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الحمار في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني يشترك يا جماعة. اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. صلوا بينا على النبي. رؤية الحمار يا جماعة من أحب وأجمل الرؤى. لما تشوف الحمار في المنام راكباه وماشي بيك كويس وسريع، ده رزق وحاجة كويسة جاية عليك، انت بتسعي ليها وماشية فيها، او انت بتسعى ليها وماشي فيها. تمام؟ وبيكون يعني حاجة كويسة، لان الحمار ده دل على الصبر، دل على قوة التحمل، لان احنا كل الناس بتستنفع بيه. الفلاح بيركبه وهو رايح الغيط ويمشي بيه، بعض العربيات بتجر العربيات وشايله حاجات، فدل ايه على الصبر. تمام يا جماعه؟ رؤيا الحمار لما العزباء تشوف ان هي راكبه حمار او قدامها حمار ابيض وشكله حمار ابيض قدامها كده ونضيف وحلو، ربنا هيرزقك. لو انت مقدمه على وظيفه، او انت مستنيه ميراث، او عريس كويس ويكون تقي وعنده دين، لان الحمار كل الناس بتركب عليه وبتيجي عليه وتقعد تضرب فيه، فهو بقى انسان طيب هادي عنده صبر عنده يقين بالله. تمام؟ طيب لو شفت ان الحمار في المنام هزيل او تعبان، ده دليل على مشاكل، هتمر بمشاكل جامدة، هتبقى مش يعني هتمر بمشاكل صحية او مشاكل مادية. الحمار هزيل يعني انت تعبت خلاص، ما عادش في عندك تحمل، طاقتك خلصت او طاقتك خلصت خلاص. تمام؟ طب اللي يشوف الحمار ان هو بيعرج، ده يبقى دليل على ان انت في حاجة مش عارف تعملها، او حاجة انت مش قادر على اللي انت عمال تعرج فيها، يعني مش قادر تتحمل ان انت تكمل المشوار ده. تمام يا جماعة؟ طيب اللي يسمع صوت الحمار يا جماعة، صوت الحمار أعزكم الله هو اللي وحش، أسماع أخبار سيئة. صوت الحمار دليل على أسماع الأخبار السيئة. تمام؟ طيب اللي تشوف إنها راكبة الحمار وبيجري بيها جامد، ده دليل على مصلحة تقدرها بسرعة، أو أمور عندها تنحل يعني وتعدي بسرعة. تمام؟ طيب لو واحد بقى شاف إنه الحمار في الحلم ميت، ده لا قدر الله أعوذ بالله فقدان حد، سماع عن حد يتوفى، أو خسارة مال، أو خسارة شغل، أو مشاكل، أو حاجات وحشة كتير. موت الحمار خسارة كبيرة. طيب اللي بيشوف إن هو بيضرب الحمار ونازل ضرب في الحمار، ده يرجع إلى الله ويدعي ربنا إن هو ده الضرب ده إن حاجة أنت مش يعني حاجة أنت مش قادر عليها، حاجة أنت بتعملها حاجة غلط، لأن البني آدم ما بيعمل حاجة غلط أو أنت بتعاقبي ابنك فبتضربي، فده دليل على إن أنت في حاجة غلط أنت بتعملها، ترجع إلى الله، الرجوع إلى الله. تمام يا جماعة؟ ضرب الحمار، إن اللي يشوف يضرب حمار ده رؤية غير محمودة. طيب اللي بيشوف ان هو بيعافر مع الحمار والحمار عمال يعني قصاد بعض ولا رد يمشي وحارن عليه، ده وقوف حال في حاجة انت مش هتقدر او صعب عليك ان انت تعملها، عمال تحارب او عمالة تحاربي، فده بتبقى مشاكل وانت عايزة تحليها وعاجزة عن حلها، او الرجل حاجز عن حلها. دي رؤية الحمار يا جماعة. اما ان انت تشوفيه راكباه وماشي كويس قدامك، او دخل بيتك حمير كتير، ده رزق، ورزق كتير جدا وسعادة مش لها حل. ده مجموعة من الحمير داخلة بيتك، او داخلة بيتك مجموعة من الحمير كده داخلين عليكم، اعرفوا ان ده خير ورزق جاي لكم، او ميراث، والله اعلى واعلم.
يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.